الراجل اللي شايفينه في الصورة قدامنا ده اسمه جيري. اتهم بقى بنته الطفلة اللي عندها 8 سنين وصاحبتها، بس بالرغم من انه هيعترف بنفسه اعتراف واضح هنشوفه بعد شوية ان هو اللي هم، بس الاسرار اللي هتظهر بعد كده اللي محدش كان متوقعها هتغير مصير القصة ومصيره تماما. قصتنا ابتدت في ولاية تكساس سنة 2005 لما أطفال كانوا بيلعبوا وخبطوا في حاجة في الأرض، اكتشفوا إنها جثة لبنتين صغيرين صحابهم، وجروا بلغوا أهاليهم اللي طبعا بلغوا الشرطة عن القضية اللي هتبقى صدمة في ولاية تكساس والمجتمع الأمريكي. الشرطة وصلت واتعرفوا على البنتين وأعلنوا إن للأسف لحظاتهم الأخيرة كانت مؤلمة جدا، وإنهم أعتدي عليهم وبعدين 31 طعن في الوجه والرقبة. والصدمة الأكبر ظهرت في نفس اليوم لما الشرطة قررت من الأدلة إن المتهم الأول هو أبو لورا، وقبضوا عليه وابتدوا يحققوا معاه. وفعلا اتأكدت شكوك الشرطة وسجل جيري اعترافه بالجريمة اللي هنشوفه دلوقتي. I told Laura that she had to come home and she argued with me and I grabbed her by the arm. Crystal came towards me and I took the knife from her and I punched her in the face as she went down. And then went in a rage and stabbed the chest. Is this your statement, Gerald? بعد الاعتراف الصريح اللي قاله ووقع عليه كانت القضية تعتبر انتهت، والحكم عليه بالإعدام مجرد مسألة وقت، واتسجن لحد ما الادعاء يجهز القضية ضده علشان يحاكموه. دلوقتي هنسيب القضية دي شوية ونطلع بالزمن 4 سنين قدام، آخر سنة 2009 لما ضابطة البحرية أماندا اللي عندها 20 سنة ما راحتش شغلها، ولأن معروف عنها التزامها ودي كانت حاجة غريبة عليها، القائد بتاعها ابتدى يتصل بيها لكنها مش بترد، فقرر انه يروح يطمن عليها. ولما راح مكان السكن بتاعها جوه القاعدة لقى أسوأ مفاجأة ممكن حد يتوقعها. لقى أماندا في الدولاب عليها آثار شديد وملفوف حوالين رقبتها، وطبعا الجريمة دي هزت المجتمع الأمريكي مش بس علشان بشاعتها لكن كمان علشان حصلت في قاعدة بحرية. طبعا ابتدت تحقيقات عسكرية، لكن لمدة شهور بعدها ما كانوش لسه قادرين يوصلوا لدليل على القاتل. بعد الجريمة دي ب3 شهور بس في نفس المنطقة كان بنتين مروحين من حفلة كانوا فيها مع أصحابهم، بس قبل ما يدخلوا البيت ظهر لهم واحد بيهددهم بسلاح ودخلهم البيت وربطهم بأسلاك الأجهزة الكهربائية، وبعدين أخد واحدة من البنتين في عربيته وراح بيها غابة ثلجية واعتدى عليها هناك. وبعد الاعتداء خلى لحد ما فقدت الوعي وسابها في التلج وهرب. لكن المفاجأة ان المعجزة حصلت والبنت دي ما ماتش واستعادت وعيها، وما كانتش تعرف انها هتبقى الشرارة اللي هتكشف اسرار محدش متوقعها. ولما الشرطة وصلت البنت قدرت تديهم اوصاف المجرم واوصاف عربيته بالظبط، بس الأهم من ده كله اديتهم ال DNA بتاع المجرم اللي كان على لبسها وجسمها كله. وفعلا الشرطة قدرت تقبض بعدها بأسبوعين على شخص اسمه خورخي مطابق للمواصفات بالظبط، وبعد ما قبضوا عليه أخدوا عينة من ال DNA بتاعه وفحصوها قدام كل الجرائم المحتملة. وهنا كانت أول مفاجأة، ال DNA بتاعه تطابق مع DNA كانوا لقوه في مسرح جريمة الطفلتين سنة 2005، وجيري كان بريء. التهم ضد جيري أسقطت كلها في خلال أسبوعين، وخرج من السجن بعد 5 سنين كان مستني فيهم حكم مؤكد بالإعدام. بعد كده الشرطة ربطت الشخص ده بجرائم تانية، ومع رفضه تماما للاعتراف قرروا انهم هيعملوا اتفاق مع مسجون تاني اسمه أسامة العطاري، جريمته اختلاس اكتر من 71 مليون دولار من البنوك، ومحكوم عليه بالسجن لمدة 12 سنة. وكان الاتفاق انهم هيخففوا له العقوبة مقابل انهم يحطوا له اجهزة تصنت ويزرعوه مع المتهم خورخي علشان يحاول يسجل اي اعتراف مفيد للشرطة. وفعلا قدر انه يسجل تاني مفاجأة في القضية دي واعتراف صدمة. بس لازم قبل ما نسمع التسجيل تعرف ان أسامة لقوه بعد كده ضحية جريمة في شهر فبراير اللي بعده. So tell me the story. So you walked into her house and then what? There's her apartment on the basement. Okay. She woke up. She saw me. She couldn't believe her own eyes. So she rose her eyes. She looked at me. Yeah, she like staring at me. So I jumped down and I covered her mouth before she could start screaming. Like I told you, I tied her up with half the cord. Put it around her nipples. She trying to fight you? Yo, she's tied up. She finally passes out. Just because they pass out don't mean they're dead. Yeah. So I bought another 2 minutes that way. With the cord. To make sure.
وكده عرفنا إن خورخي هو المسؤول عن جريمة الطفلتين في سنة 2005 وظابطة البحرية أماندا في سنة 2009 بعد اعترافه اللي في التسجيل ده. فاضل بس نعرف القصة الحقيقية في قضية جيري والبنتين الصغيرين سنة 2005. اللي حصل إن الشرطة فكروا فيه إنه المتهم الرئيسي علشان كان لسه خارج من السجن في قضية تانية، فضغطوا عليه يقرأ الاعتراف المكتوب لأنهم كانوا متأكدين إنه هو المجرم. بعد ما خرج رفع قضية لإجباره على الاعتراف وكسبها فعلا واخد تعويض 8 مليون دولار. الناحية التانية خورخي سنة 2014 اتحكم عليه بالإعدام. وانت كمان ما تنساش تقول لنا رأيك في القضية دي في الكومنتات، واعمل لايك للفيديو لو عجبك، وما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.